النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كحك العيد، هنعمله على السخن. اول حاجه كده هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندخل كده نشوف المقادير والطريقه. معايا كيلو من الدقيق، خدت عليه رشه من الملح، ومعايا نص كيلو من الملبن، 4 معالق من السمسم، معايا عين جمل للحشو، معلقتين من السكر البودره، ومعايا خميره، ومعايا كيس من البيكنج باودر، وروح الموز، وفانيليا. ومعايا نص كيلو سمنه، 550 جرام سمنه حطها على النار بيسيح. يعني الكيلو الكحكه عايزاه ناعم معاكي، هتحطي له 550 جرام من السمنه، هيكون متماسك كده والنعوميه بتاعته هتكون حلوه. لو عاوزاه انعم من كده هتحطي له 600 جرام، لكن انا هنا حاطه 550 جرام، لان طبعا بنعمله على السخن هيكون ما شاء الله ناعم وطعمه جميل معاكي. نزلت بالسمنه كده زي ما انتم شايفين، السمنه طبعا سخنه. حطيت السكر البودره زي ما قلت لك، معلقتين من السكر البودره. سيحت ال 550 جرام من السمنه وحطيتهم كده، وقلبت الدقيق، وهسيبه لحد ما يهدى شويه، لان طبعا مش هعرف احط ايدي فيه كده وهو سخن، لان طبعا السمنه مقدوحه فهيكون سخن جدا. قلبت كده الدقيق مع السمنه، وهسيبه يهدى شويه على ما نعمل الملبن. الكيلو الدقيق هياخد معاكي نص كيلو من الملبن. جبت كده نص كيلو من الملبن، وهاخد عليه 3 معالق من السمسم. كتري السمسم كده مع الملبن بيدي طعم حلو. ومعايا عين جمل كده مكسراه، حطيته بالشكل ده كده. وبعد كده هاخد معلقه من السمنه البلدي عشان تفك معايا الملبن وتديله طعم وريحه حلوه. وخدت شويه كده من روح الموز. روح الموز مع الكحك ومع حشوه الكحك بيكون طعمه جميل جدا. بعد كده بقى هبدا اعجن الملبن كده كويس. طبعا معلقه السمنه البلدي اللي احنا حطيناها هتفك معاكي الملبن. وهنقلبه بقى كده كويس مع السمسم ومع عين الجمل. طبعا لو مش حابه تحطي سمسم في الملبن ما تحطيش، عايزه تعمليه بقى بعين جمل بس ساده من غير ملبن برضو ما فيش اي مشكله. هبدا بقى اقطعه كده قطع صغيره، هيوفر معاكي الوقت. وانت بتحشي تحشي على طول، قطعي كده الملبن كل الكميه بتاعتك قطع صغيره على قد الكحكايه ما هتاخد منك. شوفي حجم الكحكايه اللي انت هتعمليها، قطعي على قدها الملبن. شايفين طريقته سهله زي ما قلنا. 500 الكيلو الدقيق بياخد 550 جرام من السمنه، بياخد نص كيلو من الملبن، بياخد معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الخميره. هنا بقى الدقيق بدأ يهدى شويه، بس طبعا لسه سخن برضو، مش عارفه اضغط عليه قوي، السمنه مقدوحه فسخنه جدا. لازم تفركي الكحك على ايدك كده، يعني تبسيه عشان يطلع النعوميه بتاعته يكون ناعم معاكي. لما بتبسي الكحك بيكون ناعم معاكي. جبت كده كوبايه من الميه. طبعا الكيلو الكحك هياخد معايا كوبايه من الميه اللي هي 200 مللي، ممكن تحطها حليب وممكن تحطها ميه. انا حطيتها ميه، وحطيت فيها معلقه صغيره من الخميره ومعلقه من السكر. هقعد افضل كده ابس في الكحك على ايدي زي ما قلت لك عشان يبقى ناعم معاكي، وكل ما بتبسيه النعوميه بتاع الكحك بتظهر فيه. طبعا هو سخن جدا زي ما قلت لك. اقعدي افركي فيه كده لمده 10 دقايق. طبعا الكحك ما بيتعجنش، احنا بنلم الكحك بس بالكوبايه الخميره اللي احنا حاطينها ديت. كوبايه الميه وعليها معلقه من الخميره. حطيت هنا شويه من روح الموز اللي باقيين من الملبن، وحطيت علبه من الفانيليا، وهاخد معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر. وهنا بقى ما تكتريش البيكنج باودر عشان ما يضيعش الرسمه بتاعه الكحك. احنا بنحط البيكنج باودر بيخلي الكحكايه خفيفه ومقرمشه كده معاكي، يعني بتكون نافشه كده من جوه وطعمها حلو. لكن لو كترت البيكنج باودر هيشيل معاك الرسمه بتاعه الكحك. احنا بنحطه عشان يخلي الكحك بس مخرفش كده معانا وحلو. نزلت هنا بكوبايه الميه اللي عليها معلقه برضو صغيره من الخميره، وما تكتريش الخميره عشان ما تضيعيش الرسمه بتاعه الكحك بتاعك. طبعا الكيلو الدقيق بياخد كوبايه الميه دي اللي هي 200 مللي. عايزه تحطيها حليب حطيها، بس الكحك اللي بيتعمل بميه بيعيش معاكي بسرعه. فده متاح ليكي، وده متاح، اللي انت عايزه تحطيه حطيه. زي ما قلت لك الكحك مش بيتعجن عشان ما يعملش معاكي عرق، احنا بس بنلمه. شايفين مش عامل معانا عرق ولا حاجه. هتقطعي كده قطعه من الكحك وهتضغطي ايدك فيها. لو حسيتي ان هي كده الكحكه فلقت معاكي، زودي كده معلقتين من الحليب او معلقتين من الميه. لكن شايفين هي ما شاء الله متماسكه معانا وحلوه، مش مفلقه ولا حاجه، بتضغطي فيها ما بتفلقش معاكي. غطيته هنا بكيس من اكياس التلاجة. طبعا احنا ما بنسيبش الكحك يختمر، احنا بنقطعه وبنشتغل فيه على طول. هبدأ بقى اقطع الكحك زي الحجم اللي انت عايزاه، اي حجم انت عايزاه. واحط الملبن واقفله كويس، لازم تقفلي كويس كده عشان الملبن ما يخرجش منه ويفتح منك في الفرن.
وانا هعمله هنا بالبسطامه. حابه تعمليه بالمنقاش برضو مفيش اي مشكله، هتعملي بالمنقاش، لكن انا حابه اعمله ان انا اعمله بالبسطامه. مش هياخد معاكي وقت، يعني الكيلو الكحك هيتعمل معاكي على السريع كده، مش هياخد وقت خالص، لان النقشه بتاخد وقت معاكي. هنعمله بالبسطامه وفي نفس الوقت الرسمه بتاعته مش هتروح. لكن زي ما قلت لك ما تكتريش لا الخميره ولا البيكنج باودر عشان الرسمه تفضل ثابته معاكي ما تروحش. لما بيكون الخميره والبيكنج باودر زياده النقشه بتمسح معاكي. شايفين بقى الحجم بتاعه ما شاء الله حلو جدا. لو انت عايزه تكبريه بقى او تصغري دي حاجه ترجع لك، بس انا شايفه ان الحجم ده حلو جدا. خلاص بنقفله كده كويس. طبعا هعمل كل الكميه بنفس الطريقه. انا هدخله الفرن على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص. مجرد ما بياخد لون من تحت بتفتحي عليه الشوايه، بس ما تخليش الشوايه تكون عاليه، خليها هاديه كده. احنا بندخل الكحك اللي معمول بملبن على درجه حراره عاليه علشان الملبن ما ينشفش في الكحكايه ويطلع منها. لو دخلتيه على درجه حراره هاديه هيطلع الملبن هينشف جوه الكحكايه. لكن الكحك الساده ممكن تسويه على درجه حراره 160 170. شايفين الشكل بتاعه عامل ازاي؟ هعمل بقى بقيه الكميه بنفس الطريقه. هنا بقى الكيلو عمل معايا 3 صواني. دي بقى الكميه بعد ما خرجت من الفرن. شايفين اللون بتاعه، التحميصه بتاعته جميله جدا. وزي ما قلت لك دخليه على درجه حراره 200 عشان الملبن ما ينشفش. لكن لو هتعمليه ساده دخليه على درجه حراره 160 عشان يستوي معاكي. شايفين ما شاء الله ناعم، مش متحمل ان انا امسكه. إيه، كان الكحكايه صغيره شكلها حلو واخده لون حلو، يعني كمان الكاميرا ظالمه اللون بتاع الكحك. شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي؟ ان شاء الله هعمل معاكم الكحك على البارد. ده احنا عملناه على السخن، هنعمله على البارد. طبعا هنعمل كل وصفات العيد ان شاء الله. هنا بقى رصيت كده شويه صغيرين، بدات احط عليهم سكر. ما تحطيش على كميه الكحك كلها سكر، اللي انت هتستخدميه بس هو اللي تحط عليه السكر. شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي؟ دي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم. شايفين ما شاء الله الكحك عامل ازاي؟ وده الكميه اللي جت من الكيلو الدقيق. وقلب الكحكايه كمان ما شاء الله من جوه مفرغ وجميل جدا. دي كانت وصفه النهارده. اشوفكم في وصفه جديده على خير ومع السلامه.